في لعيبة بتحتاج سنين عشان تدخل قلوب الناس، وفي لاعب عاش 22 سنة بس لكن ساب حكاية أكبر من عمره. دي مش حكاية لاعب مات صغير، دي حكاية موهبة كانت لسه بتبدأ تكتب التاريخ. في الأول من أكتوبر سنة 1983 اتولد محمد عبد الوهاب في سنورس بمحافظة الفيوم. ولد هادي بسيط قريب من الناس، لكن رجله الشمال كانت بتحكي كلام تاني. بدأ لعب الكورة في سن صغير وهو عنده حوالي 14 سنة في مركز شباب سنورس، ومن هناك بدأت أول خطوة في رحلة قصيرة لكنها كانت تقيلة جدا. من مركز شباب سنورس انتقل عبد الوهاب لنادي الألمونيوم، وهناك موهبته بدأت تلفت النظر. مش بس لاعب سريع على الخط، لا، كان ظهير أيسر عنده عرضيات، تسديدات، جرأة وشخصية لاعب أكبر من سنه. والدليل وهو لسه لاعب في الألمونيوم انضم لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة حسن شحاتة، وفي 2003 ساهم في تتويج منتخب الشباب بكأس أفريقيا تحت 20 سنة في بوركينا فاسو، وسجل كمان في نصف النهائي أمام مالي. بعدها شارك في كأس العالم للشباب 2003 في الإمارات، وهنا العيون بدأت تفتح عليه بجد. لاعب جاي من الفيوم، من سنورس، من الألمونيوم، وفجأة بيلعب قدام العالم. بعد البطولة تعاقد معاه نادي الظفرة الإماراتي، لكن الحكاية موقفتش هناك. الظفرة أعاره لإنبي، وبعدها بدأت القصة اللي هتغير حياته كلها، قصة الأهلي. محمد عبد الوهاب ما كانش مجرد لاعب صغير بيتنقل بين الأندية، كان مشروع نجم كبير. كل خطوة كان بياخدها كانت بتقربه من المكان اللي هيبقى بيته، ومن الجمهور اللي عمره ما هينساه. لكن قبل ما يدخل الأهلي كان لازم يعدي من باب القدر. استنوا الحلقة الجاية عشان نعرف ازاي وصل محمد عبد الوهاب للأهلي، وللصفقة دي كان وراها كابتن محمود الخطيب بنفسه.